محدش صدقني خالص لما قلت ان انا هخلي سقف عربيتي بالشكل ده. لا انت مجنون، ما فيش حد بيعمل كده، هتاخد منك وقت قد ايه، البادجت، الفلوس ما همنيش خالص. الفكره كانت انا ومراتي قلنا لا لازم نعمل يعني سقف العربيه يبقى مختلف عشان الاولاد ما تزهقش، عشان الاولاد ما يسيبوش البيت لما يكبروا. هو عاج اصلا، ويعني هو افرو اسيوي كده، ديزاينه مختلف خالص، بس هو لسه فيه من الكالتشر بتاعتنا، يعني لسه فيه الحته المصري الجميله بتاعتنا اللي هي الحته اللي هي لا اللي هو ايه ده مصري، بس ايه ده لحظه ده افرو اسيوي ولا مصري ولا هو لا، يعني تحس ان هو فاميليير قوي عليك، لكن العين واخده عليه لكن جديد عليها في نفس الوقت. طبعا انا اكتر حاجه عجبتني فيه ملمس القطيفه نفسه رقيق وجميل قوي، يعني حتى لما كنت بتضايق من حاجه في الشغل او من الدنيا في البيت بنزل العربيه جري اغمض عيني كده وابتدي ايه احس على المنطقه دي، بحس ان انا لا بحس كده لا انا احسن، انا انسان احسن دلوقتي. كتير قوي حاربوني في الاول، قالوا لي هيبقى يعني ما حدش هيصدقك، بس انا اهو دلوقتي في الشارع ببص على الناس حواليا، حد عنده يا جماعه سقف عربيته قطيفه افرو اسيوي زي ما انا عامل كده؟ مفيش اي حد، غير طبعا يعني قلائل يعني. فالحمد لله يعني حتى الاولاد اول ما جبت العربيه وغيرت السقف بالشكل ده لا قعدوا في البيت اكتر، بيصلوا، يعني ايمانهم زاد عامه، حبوا ابوهم ومامتهم اكتر. فانا بس بقول يعني لكل اللي حاربوا السقف ده، لكل اللي قالوا لي لا مش هتقدر، enjoying اهو I'm enjoying السقف اهو بتاعي اهو، ويعني بدل ما تتكلم you go make it، يعني you go make it، يعني بدل ما انت عمال تقول اهو ده طبعا يعني واخد شكل طبعا سريالي قطيفي، انا شايف انه مختلف الحمد لله، يعني هو مختلف.